عمال اقول لك يا غالي يا غالي وانت حمار ولا فاهم اي حاجه. انا شامم ريحه العجوز رجعت من تاني. ريحه كارلو انشيلوتي هي دي حاجاته. الفدادين اللي مفتوحه ورا واجري والاجوان اللي عماله تيجي والمساحات واليمين ضرب في الشمال وعايمه ورا. هي دي ايام كارلو انشيلوتي، واحنا كل ما ربنا يصلح حالنا كل ما خلاص هي نتعدل ونشوف اداء حلو نرجع يحصل لنا انتكاسه تاني. كده كتير اقسم بالله. كده ما مش نافعه. إيه لا ده إيه الزباله ده؟ ايه الخرا اللي احنا شفناه ده؟ مفيش كوره. ده كده اوسخ من ايام كارلو انشيلوتي كمان. ده كده ما فيهاش حل والله العظيم. وصلك الفيديو يا عظمه؟ انزل بس عليها بلايك دلوقتي واشترك عشان يوصل لك جديد اول باول. ويلا بينا نبدا. انا مش فاهم والله ايه الحكايه. المفروض ان ده الماتش الجد، ده الماتش اللي هيبين الماتش ده. اثبت لي وجهه نظري مليون في الميه انها صح. ايه الاداء ده؟ معلش يعني انا ما شفتش كوره عدله. الماتش ده انا ما شفتش اي حاجه صحت واحد ربنا من البدايه. يعني حاجات غلط، بدايه غلط. انا عايز افهم بس السؤال. اشمعنى جود بلينجهام بادئ بيه؟ ليه الماتش ده اللي خلاك تبدا بيه؟ ما هو معلش يا عم تشابي. انا عايز افهم ليه متمسك بيه. ما هي دي بقى ماتشات بقى من ريحه ايام كارلو انشيلوتي بقى، والغلطات اللي هو نفضل يعني احنا كويسين وعاملين اداء الفتره اللي فاتت حلو وبنفوز وبنشوف كوره متعه. ايه بقى الخرا اللي احنا شفناه ده؟ بجد انا ما شفتش النهارده غير مدرب واحد في الملعب. الباشا، الجوكر بتاع الملعب، العظمه اللي كان عامل عظمه النهارده. الباشا العالمي دييجو سيميوني. انت صباح الفل يا معلم. اتلتيكو اصلا ما هيش في المستوى بتاعها، لا اتلتيكو في اسوأ حالاتها اصلا. زنقتنا في الكورنر كانت هتعمل لنا بطاطس. اقسم بالله ان كان في سكور اعلى من كده، تسعة مش سبعة اجوان كمان. انت ربنا سترها علينا وطالعين بفضيحه ومستورين من الفضيحه. انت كذا جون ضاع، وكمان في جون كمان اتلغى ليهم. صباح الفل يا معلم. احنا كده مش نافعه والله. وبعدين انا برضو انا توقعتها صح. رغم كل الفوز اللي احنا كنا قاعدين نفوز وكذا ماتشات الحلوه والحاجات الجميله، انا كنت بقول يا جدعان يا اخوانا افهموني. برضو انا بشجع ريال مدريد اهو وبعشق النادي ده للاسف. بس ايه عايز افهم برضو حاجه. احنا لحد دلوقتي احنا مش جاهزين نقابل برشلونه. وش صراحه كده احنا مش جاهزين نقابل برشلونه. والماتش ده اثبت لي فعلا ان احنا مش قادرين نواجه ونلاعب برشلونه. ولو لعبناهم برضه هيحطوا علينا وبرضه ما فيش اداء هنقدمه. طب ليه؟ طب ليه احنا بنيجي في ساعه الجد ترجع بقى لايام الماضي؟ يعني انت يا عم تشابي، انت زي الفل وعملت ماتشات وبتدي اللعيبه ثقه. يعني بسطنطونه ده، الواد ده عالمي. الواد ده انت اديته ثقه وقاعد تحشي فيه خبرات خبرات ونزله في الماتشات اللي فاتت ما لعبتوش للماتش ده. ليه ما لعبش الماتش ده ومنزله في الدقيقه 60؟ الدقيقه 60 دي انا هسكت هنا قليلا معلش. الدقيقه 60 دي انا اول مره اشوفها حصل في الدقيقه 60. انت بتلعب ميليتاو، وميليتاو ده راجل اساسا من زمان ومتصاب ويعني وضغط على نفسه وبيلعب. عمل تاكلين، ضيع الكوره، قطع الكوره. كان في هجمه مرتده وقطع الكوره وعمل تاكلينج والراجل محترم واقف ضغط على نفسه. وشفت ان هو يعني بوادر اصابه، والراجل ده اساسا ليه ماضي معانا ان هو بيتصاب. ليه بقى؟ انا مش فاهم ايه الحكمه ان انت تخليه. طلعه معلش، انت اطلع ريح، نزل اول اسينسيو، اشوف بقى تنزل اي حد تاني بس تبقى ريحت ده. يا عم مش مشكله، ما عنديش مشكله مع كل ده خالص، والله ما عندي مشكله مع كل ده. انت ليه في الدقيقه 60 طلعت كارفخال في ظل ان انت في البلا الاسود اللي انت فيه ده اهو؟ ما عندناش دفاع ورا، ظهرنا مكشوف، والباك اليمين الوحيد اللي عندنا الجامد كارفخال جت مطلعه. ايه الحكمه في كده؟ معلش ايه الحكمه؟ ورجعت فالفيردي يمسك مكانه، مع ان فالفيردي يبقى قدام واحد كارفخال وراه، انت جيت مرجع فالفيردي ورا. طب ليه؟ طب ليه؟ ايه وكميه بقى وكامافينجا نزل. الغلط من البدايه اصلا، اقسم بالله الغلطه من البدايه من قبل الماتش. انت نازل الماتش وانت قررت خلاص انا هرجع للماضي، مش هنتعلم من الاخطاء، انا هرجع بقى هعمل اوسخ حاجه ممكن تشوفها النهارده. يعني معلش يعني الغلطه اللي كان برضو كارلو انشيلوتي بيقع فيها والرجاله كلهم.
ساعه الماتشات الجد معلش، الرجاله بقى اللي انا كنت بديها خبره واللي انا كنت بضغط عليها واللي طلعت احسن ما عندها، والرجاله بص اللي انا فارمها واثبتت نفسها، مش هديكوا فرصه. نرجع بقى للرجاله اللي هم عليهم خبرتهم واللي عندهم اسمهم، جود بلينجهام بقى وميليتاو وتشاوميني. طب ويا معلم الصفقات الجديده يعني لازمتها ايه بقى؟ لما انت بقى هتعمل نفس كارل انشيلوتي ما عمل، وارجع بقى اللعيبه القدام اللي عندهم خبره وهم اللي هينقذوني. والماتش ده بالذات فيه خطأين، ده وجهه نظري. ان انت عملت زي ما كارل انشيلوتي عمل، رجعت بقى اللعيبه اللي معاك اللي قدام، جود بلينجهام بقى والخروج، في ظل ان انت عندك لعيبه تانية احنا مصدقنا ان هم طلعوا واديتهم فرصه وثقوا عندهم ثقه في نفسهم. طب ليه بقى؟ ادي اول غلط. تاني غلط، معلش يعني اللي انا عايز افهمه لما انت مش هتنزل قسطنطينه من البدايه، جاي تنزله في الدقيقه 60 لما عيني الواد ما بقاش عارف يعمل ايه. انت منزله واحنا ضايعين. طب ليه طيب؟ انت رميته في النار. ورودريجو ده الماتش بتاعه. رودريجو انا متفق ان في الماتشات الكبيره هو بيثبت نفسه بشان او باخر، معلش هو على طول بيظهر نفسه. تلاقيه هو بيستغل المساحات، المهارات الفرديه. انا تعبت من المهارات الفرديه، اقسم بالله انا تعبت من المهارات الفرديه. انت الماتش ده جاي تعتمد على الناس القدام وتطلع لنا عته كروي، ويلا رجاله انطلقوا، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. نفس المنظومه القديمه، نفس المنظومه القديمه، نعتمد على المهارات الفرديه. يلا بينا رجاله ايه، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. طب ما انت من البدايه، الماتش ده بصراحه اكتر ثلاثه اللي في الثلث الامامي، اكتر ناس شافت شغلها، اكتر ناس عملت اللي عليها بجد. امبابي كتر الف خيره، اسيست اردا جولر وجاب جون. امبابي في الفينش زي الفل، خلص الموضوع. ادي جمله اردا جولر امبابي زي ما اتعودنا، اسيست اردا جولر جون امبابي فينش، خلصت الجمله خلاص. طب وبعد كده اردا جولر كتر خيره، حب بقى يسند في الدفاع بقى، افتكر بقى ايام الشقاوه، جاب لنا ضربه جزاء صباح الفل في وسط ده كله. لا معلش بقى يا عم بريز، انت بتكلم مين يا صاحبي؟ يا عم بريز ماسك التليفون، ربنا يستر عليك يا عم تشابي والله، ربنا يستر عليك. اصل احمد ربنا ان الماتش ده جه قدام الاتليتي، يعني كويس ان هو معمول قدام ديجو سيميوني، عشان ده لو قدام هانز فليك اقسم بالله بريز هيمشيك وقتي، ما هيعدي عليك الليل وانت قاعد في ريال مدريد، هيقيلك ان شاء الله لو هو هيدربنا، بس مش هتقعد فيها. يعني انا في عقلي بالي اللي هو ايه، بريز بيبعت لك رساله على الواتس، احمد ربنا، اتعلم من اخطائك بقى واحمد ربنا، عشان انا مش هسمع ده في الكلاسيكو. الكلاسيكو لو انا خسرت ما هتلومش الا نفسك يا معلم، مش هتدرب تاني نادي، انت مش هتروح نادي تاني، انت مش انت هتبطلها خلاص مهنه خلاص مفيش. فلسه برضو انا وجهه نظري ثابته في محلها، اللي هو ريال مدريد غير قادر، وبقولها بكل صراحه، تتفق بقى معايا او تختلف، بس انا صريح في الحته دي. انا لحد دلوقتي شايف ان ريال مدريد مش قادر على مواجهه برشلونه. ده لحد دلوقتي ثابته معايا، وبالذات زادت بعد ما شفت الماتش بتاع النهارده. الماتش بتاع النهارده اثبت لي مليون في الميه ان احنا مش قادرين على مواجهه برشلونه فعلا. انت يا معلم هناك بيجوا فيهم جون، الشوط الثاني بيجيبوا اربعه ويروحوا، يلا توكلنا على الله خلص. احنا جه فينا جونين والتالت اتلغى واحنا مش عارفين نعمل حاجه. ماشي انت عارفين اتلتيكو سيميوني وبالدفاع وبيدافع، طب فين الجمل؟ حرفيا هو جاب الثلاث اجوان عرضيات، وضربه الجزاء اللي جت فينا جايه من العرضيه. ده معلم اقسم بالله معلم، عامل ماشي اسوأ موسم لاتلتيكو مدريد، بس ايه العظمه دي؟ ايه العظمه والدماغ دي؟ بجد والله. هو نزل استغل كل الاخطاء بتاعتنا، كل الاخطاء، وبجد عالمي عالمي، مفيش غلط احنا كنا فيه ما استغلوش. لعبك على عرضيات، طب اداك هنت اول جون جه عرضيه، طب افهم بقى، خلاص في جمله كده، في ثغره عندنا ومساحات هي. يلا عايز افهمه، ايه المساحات دي؟ ايه ده؟ اجري، يا نهار ابيض، مساحات وجمل وعرضيات، واحد اتنين تلاته. ده في غلط يا معلم، يعني بص على الخط اللي ورا، ايه انت شايف؟ انت الاربع تجوان حرفيا جمله عرضيه، مفيش ولا جمله اتعملت غير هي ضربه الجزاء وجاي قبلها من عرضيه.
الجون الاخير بتاع جريزمان، هو خلاص الراجل الجون جمله يمين في شمال هوب، خلصت الخامس. ف لا كده كتير. في الاول والاخير الحضري ده راي شخصي، واستنى اراء حضراتكم في الكومنتات، وقولوا لنا هل بقى وجهه نظري دي صح ولا غلط، ان لسه ريال مدريد مش قادر على مواجهه برشلونه. والله اعلم بقى ايه هنعمل ايه الايام الجايه في دوري الابطال. بس خير ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الاشتراك، وانتظرنا الايام الجايه. سلام.